أول مرّة أشوف إعلان لحاجة ليها علاقة بالاستثمار أو التداول أو إن الواحد يكسب بالدولار والحاجات دي، بصراحة كان عندي فضول، كنت عاوز أشوف إيه الحاجة اللي ممكن تكسّبني دولارات أو تعمل فلوس بالسهولة دي، وبعد أيام قليلة لقيت الحاجات دي طلعت قدّامي كده لوحدها، لقيت مفهوم جديد اسمه البورصة، ولقيت البورصة المصرية والبورصة الأمريكية والبورصة السعودية، ولقيت حاجة اسمها الخيارات الثنائية أو الbinary options، ولقيت حاجة بتقول لك الفوركس والعملات، ولقيت حاجة بتقول لك البيتكوين والعملات المشفّرة أو الcryptocurrencies، فبصراحة تُهت شوية. عمال أقول طيب أبدأ بأنهي فيهم؟ طب إيه المنصات اللي هي ممكن تساعدني لو أنا عايز أبدأ في أي طريق من الطرق اللي موجودة دي؟ وأصلًا هل الطرق كلها يعني ممكن تكسبك فلوس والّا في حاجات نصب وممكن تخسّرك فلوس حتى وأنت مش عارف أو مش واخد بالك؟ بس بعد بحث استمر سنين عرفت إن 90% من نجاحك أو فشلك في المجال ده بالذات متوقف على المنصة اللي أنت هتستخدمها وهتستثمر في إيه. في الفيديو ده هاقول لك التطبيق ده وده 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 مين فيهم فعلا ممكن يكسبك فلوس حقيقيه ومين فيهم ممكن ينصب عليك، وكمان هقول لك من خلال البحث اللي انا عملته انهي في دول ممكن يكون حلال وانهي منهم ممكن يكون فيه شبهه ان هو حرام. ده اكيد من خلال البحث اللي انا عملته، ما تخافش مش هفتي لك في الفيديو. تابع معايا الفيديو ده لو عاوز تفهم بالظبط انهي منصات او انهي تطبيقات هي فعلا ممكن تستخدمها وتجيب لك فلوس وانهي لازم مباشره تبعد عنها واوعى تقرب منها في حياتك. انا ياسين وهجرب معاك بالظبط دلوقتي كل حاجه عشان انت ما تحتاجش ان انت تجربها بنفسك. اول نوع من التطبيقات دي هي انواع تطبيقات الخيارات الثنائيه او الباينري اوبشنز، زي الليسته دي. كل الليسته دي او كل التطبيقات دي تعتبر من تطبيقات الخيارات الثنائيه او الباينري اوبشنز. قبل ما اقول لك بقى هي كويسه ولا لا، او قبل ما اقول لك هي نصب ولا لا او حرام ولا لا، لازم تفهم الاول هي شغاله ازاي. يعني انت محتاج تفهم هي بتبيع ايه وبتشتري ايه وبتعمل ايه بالظبط في الخيارات الثنائيه دي. عاوز اقول لك الاول ان منصات الخيارات الثنائيه هي الاقوى في مساله الدعايه. يعني انت حرفيا ممكن تلاقي الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده طلع لك عليه اعلان لمنصه من المنصات دي، فهم شطار قوي في الاعلانات وشطار قوي ان هم يوصلوا لك. بس تاني هم بيشتغلوا ازاي؟ الخيارات الثنائيه من اسمها كده انت عندك خيار من اتنين، يا تبيع يا تشتري. بس انت في الواقع مش بتبيع حاجه ولا بتشتري حاجه، انت بتراهن اما على صعود سعر حاجه معينه او هبوط سعر نفس الحاجه دي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا لو سعر الذهب قول ب 6000، فانت والمنصه بتظبطوا مع بعض كده عداد، العداد ده وليكن 10 دقائق، نص ساعه، ساعه، يوم، فبتربط العداد ده كده وبتحط فلوس وبتراهن اما على صعود السعر او هبوط. فبعد الوقت الزمني اللي انت ربطته ده، لو بعد ساعه مثلا انت حطيت 10 دولار وقلت ان الذهب هيطلع، لو الذهب طلع انت بتاخد 8 دولار او تقريبا 80% من المبلغ اللي حطيته. اما بقى لو توقعك طلع غلط فانت بتخسر كل حاجه وبتخسر كل ال 10 دولار مثلا اللي انت حطيته. فببساطه الخيارات الثنائيه انت مش بتشتري اي حاجه ولا بتشتري اي اصل في الدنيا، سواء بقى كان في الذهب، سواء كان في العملات، سواء كان في البيتكوين، انت اصلا مش بتتداول على حاجه معينه، انت بس بتراهن اما على صعودها او هبوطها بعد مده زمنيه معينه. فعشان تعرف هم المنصات دي يعني موثوقه ولا لا او نصابين ولا لا، لازم تعرف مصالحهم فين ومصالحك فين. انت في الحاله اللي احنا شرحناها دي بتراهن قصاد المنصه، يعني مكسبك انت هيبقى خساره للمنصه وخسارتك انت هتبقى مكسب للمنصه. فده معناه ان المنصه هتعمل كل حاجه عشان تخسرك، ومش بترخم عليك ولا حاجه، هم عايزين فلوسك لان انت بتراهن قصادهم. يعني لو انت وصاحبك كده قاعدين على قهوه وبتراهنوا على ماتش، اكيد انت هتبقى عايز صاحبك يخسر، بس مش عشان انت بتكره صاحبك ولا حاجه، انت عشان انت اللي عايز تكسب. هو برضو المنصه دي كده بتحاول بكل الطرق تخليك تستثمر عندها، او ده اللي بيقولوه بقى ان انت هتستثمر بس انت في الحقيقه هتراهن، لان في 99% من الاحوال انت هتخرج خسران، لان وفقا للمعادلات الرياضيه اللي قدامنا دي انت لما بتكسب 80% من المبلغ، بس لما بتخسر انت بتخسر ال 100% كلها. فعلى المدى الطويل انت اكيد هتبقى خسران حتى لو كسبت اول مره، فخلي بالك واوعى تدخل في المجال ده. وطبعا مش محتاج اقول ان دي تقريبا الحاجه الوحيده اللي اجمع عليها 100% من العلماء اللي سالتهم او حتى سمعتهم بيقولوا ان الخيارات الثنائيه او النوع ده من المراهنات حرام 100%. تقريبا مفيش اتنين اختلفوا عليه. حتى انا بالعلم الصغير اللي ممكن يكون عندي او اللي هو يعتبر مفيش، حاسس ان هي فيها حاجه غلط او ان انا مش بشتري حاجه ولا ببيع حاجه، انا مجرد براهن على حاجه بتطلع وحاجه بتنزل، مفيش اي حاجه بمتلكها ولا اصل ولا حتى ورقه ماليه. فارجوك ابعد عن المنصات دي واوعى تقرب منها، وخلي بالك تاني ان هم شطار قوي ان هم يوصلوا لك وان هم يعني يعملوا لك هليله كده ويقولوا لك ان انت ممكن تكسب فلوس معانا، بس تصدقني هم مش بيعملوا كده خالص، هم بيعملوا العكس. تاني حاجه بقى الفوركس. يعني ايه كلمه فوركس الاول؟ كلمه فوركس معناها الفورين اكسشينج او العملات الاجنبيه. العملات الاجنبيه بقى زي الدولار، زي الين الياباني، زي اليورو، زي الجنيه الاسترليني، اي عمله اجنبيه موجوده في العالم ليها بنك مركزي. منصات الفوركس بقى بتشتغل ازاي؟ بتشتغل بطريقتين، حاجه اسمها الاي بوك او البي بوك. الاي بوك هي انها بتدخلك السوق الحقيقي،
يعني انت فعلا بتشتري دولار قصاد اليورو او بتشتري الين الياباني قصاد الجنيه الاسترليني، فدي حاجه من ناحيه معينه هو ممكن يكون مش بيخسر من خلالك. فمن ناحيه الاول اذا كانت المنصه عايزاك تخسر ولا لا، ففي الاي بوك غالبا هي مش عايزاك تخسر، لانها مش بتكسب منك مكسب مباشر لما انت تخسر. هي بمجرد ما انت بتفتح الصفقه هي بتاخد منك العموله اللي هي عايزاها وبتسيبك بقى في السوق تكسب تخسر، هي ملهاش دعوه. بالعكس هي ممكن تكون عايزاك تكسب كمان عشان تفضل تستثمر من خلالها. اما بقى منصات البي بوك دي بتعمل محاكاه للسوق بالاسعار بقى بتاعه السوق، بكل حاجه ليها علاقه بالسوق، وبتبدا انها تدخلك صفقات بس مش على السوق الحقيقي، على سوق وهمي هي اللي عاملاه. فطبعا هنا بنرجع تاني لنقطة تضارب المصالح، ان انت لما بتخسر المنصة بتكسب، ولما انت بتكسب المنصة بتخسر. فشوف بقى هم هيحاولوا يعملوا معاك ايه في السحب والايداع، او حتى يعملوا تلاعب في السعر، لان انت المنصة بتوريك السعر اللي هي عايزه توريهولك، فهي ممكن طبعا تخسرك، ومش رخامه هتخسرك، لا هي هتخسرك عشان في تضارب مصالح مباشر. طبعا اشهر منصات الفوركس هي دي، بس قبل ما تستثمر فيها لازم تعرف ان اكتر من معظم العلماء اللي انا سمعتهم بيتكلموا في الفوركس كان عندهم مشكله في مفهومين رئيسيين. اول حاجه الرفعه الماليه او الليفرج اللي انت بتستثمر بيها. لازم تبقى عارف ان انت عشان تستثمر في الفوركس في نوع الاي بوك او النوع اللي هو العادي اللي انت بتدخل السوق الحقيقي، لازم راس مالك يكون ضخم جدا، انك مثلا اقل حاجه تشتري 1000 يورو او 1000 دولار، ودي اقل صفقه، واقل صفقه دي ممكن تكسب لك في اليوم برضو مبلغ قليل جدا لو انت كمان لعبته صح. اما بقى انك تدخل بمبلغ صغير زي 10 دولار وتكسبهم كلهم في يوم واحد، او تضاعف فلوسك في يوم واحد، او تخسر كل حاجه في يوم واحد، انت كده 100% بتستخدم حاجه اسمها الرفعه الماليه، دي عليها شبهه كبيره جدا من الناحيه الدينيه. تاني حاجه بقى نوع البي بوك اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي بالمناسبه معظم المنصات دي او كل المنصات دي بتشتغل بي بوك، يعني مش بتدخلك السوق الحقيقي، لازم تكون فاهم ده كويس. المنصات دي بتشتغل بحاجه اسمها السي اف دي او عقود الفروقات. ايه عقود الفروقات بقى والكلام الكبير ده؟ بص عشان تفهم عقود الفروقات ببساطه، تخيل كده ان انت معاك ذهب، انا مش هشتريه منك، انا هشتري منك سعر الذهب، وتديني ورقه كده ان انا اشتريت منك سعر الذهب ب 5000 جنيه مثلا. لو الذهب غلي انا برجع ارجع لك الورقه دي وباخد منك الفرق، ولو رخص برضو برجع لك الورقه دي وبخسر الفرق. فانت مش بتشتري الاصل نفسه، انت بتشتري مشتق من السعر. فبرضو معظم العلماء قالوا ان فيها شبهه كبيره جدا وانها ما تنفعش من الناحيه الاسلاميه. بس من ناحيه المخاطره ومن ناحيه برضو الشبهه الدينيه، انا شايف ان الفوركس اقل بكتير قوي من الخيارات الثنائيه، بس هل انا بنصح بيه؟ برضو لا. ثالث حاجه بقى الوحش بتاعنا اللي انت ممكن تكون سمعت اسمه كتير قوي، وهو البيتكوين. البيتكوين او كل العملات المشفره بقى زي الايثيريوم، زي سولانا، زي بي ام بي، او حتى في عملات رقميه كده ممكن تكون غريبه شويه انت سمعتها، زي الكلب ده اللي اسمه الدوش كوين، او عمله ترامب مثلا، او عملات ايلون ماسك اللي كل يوم بيطلع واحده ده. ففي عملات رقميه كده مسميينها الميم كوين او الشيت كوين، اللي هي جايه من اسمها كده ميمز، يعني هي بتبقى هزار اصلا، معموله هزار بس الناس بتشتريها وبتعمل منها ملايين. بس قبل ما عينك تلمع كده لما تسمع ان الناس بتعمل منها ملايين، لازم تعرف ان الناس برضو ممكن تخسر كل فلوسها في يوم وليله في العملات المشفره. بس لو انت بتسمعني من مصر فانت اصلا ما عندكش الاوبشن ان انت تقرر اذا كنت تستثمر في العملات المشفره ولا لا، لان البنك المركزي تقريبا مخلي اي معامله بالعملات المشفره غير قانونيه في مصر. فلحد ما مصر بقى تقننها، او لحد ما اي حاجه جديده تحصل، هقول لك الاستثمار في العملات المشفره يعتبر حاجه كويسه ولا حاجه وحشه. العملات المشفره خطر قوي، فزيها زي اي اصل استثماري خطر. في اوقات الرخاء الاقتصادي كده واوقات الهدوء وطفره التكنولوجيا اللي ممكن تحصل، فالعملات المشفره بتطير. اما في اوقات التوتر السياسي واي اضطراب ممكن يكون موجود، فالعملات المشفره بتنزل، والنزول بيبقى جامد قوي وعنيف قوي. يعني البيتكوين تقريبا السنه اللي فاتت طلع اقل من 40,000 دولار لاكثر من 120,000 دولار، يعني مثلا اتضاعف 3 مرات. لكن لحظه تصوير الحلقه دي سعر البيتكوين رجع تاني ل 70,000 دولار. فده بيوريك قد ايه الموضوع يعني بيتحرك بسرعه جدا، وممكن يكون خطر قوي قوي. يعني الذهب تقريبا في اجمد حالاته ممكن ينزل قد ايه؟ ممكن ينزل 10% مثلا في يوم واحد او 15%، انما البيتكوين لا، ممكن في اسبوع ينزل 40%، 50%، 70%. وكمان مش البيتكوين لوحده، ده البيتكوين يعتبر يعني أأمن أصل استثماري أو أأمن أصل في حتة الكريبتو، وأكتر واحد مستقر. في حاجات تانية بقى حرفيا بتتمرجح. نيجي بقى لحتة الحلال والحرام. أنا من البحث اللي عملته لقيت إن في علماء كتير بيحللوا أجزاء معينة من العملات المشفرة أو الكريبتو، وبيحرموا نوع تاني. النوع اللي بيكون يعني وفقا ليهم حلال أو ما فيهوش شبهة شرعية كبيرة، اللي هو بيكون وراه مشروع، والمشروع ده بيكون ما فيهوش مشكله، يعني حاجه في التكنولوجيا بتدعمها العمله دي او حاجه زي كده. اما بقى النوع اللي هو بيبقى مش مبني على حاجه زي الميم كوينز او الشيت كوينز، الحاجات اللي احنا كنا بنضحك عليها في الاول دي معظم العلماء قالوا انها ممكن تكون شبهه كبيره جدا، او انها
ممكن تكون حرام. منصاتنا بقى منصات البورصه المصريه الحبيب زي الليسته اللي قدامك دي، وعلى فكره مش فارقه انت هتستخدم انهي فيهم، بس لو استخدمت تطبيق ساندر واستخدمت الكود ده في التسجيل هيجي لك مكافاه تسجيل حلو. وساندر تعتبر اسهل واحده من المنصات اللي موجوده دي. بس خلينا نقول الاول يعني ايه بورصه. البورصه هي سوق كده لتداول الاوراق الماليه، وغالبا الاوراق الماليه دي بتكون شركات موجوده على ارض الواقع. يعني في مصر ممكن يكون في كام شركه كده جامده ومشهوره، فانت من خلال المنصات دي بتبقى شريك في الشركه دي، بتاخد معاهم الارباح وبتكسب لما بيكسبوا وبتخسر لما بيخسروا. فتقريبا البورصه دي يعني في كل الحاجات اللي قلناها لحد دلوقتي اكتر حاجه مش عليها شبهه انها حرام، الا طبعا لو كانت الشركه اللي انت بتستثمر فيها دي ممارساتها اصلا حرام. مش هقول لك بقى شركات الخمور وحاجات زي كده لان غالبا ما عندناش ده في مصر، بس ممكن يكون عندنا شركات دخان مثلا، او عندنا شركات، انا مش عايز اذكر شركات بعينها، بس عندنا اكيد شركات بتعمل بعض الممارسات اللي ممكن ما تكونش حلال وفقا للشريعه الاسلاميه. كمان مش بس يعني مصدر المكسب بس او الحاجه اللي بتبيعها الشركه هي الحاجه الوحيده اللي بنحكم بيها اذا كان ممارسات الشركه شريعه ولا مش شريعه. ده كمان الديون اللي الشركه بتاخدها لما بتعدي ليميت معين كده ساعتها الشركه دي بتخرج بره نطاق الشريعه. كمان القروض اللي هي بتسلفها لشركات تانية او الاستثمارات اللي الشركه دي بتعملها في اذون خزانه مثلا، برضو لو عدت ليميت معين الشركه دي بتخرج بره نطاق الشريعه. بس عامه في البورصه المصريه او في معظم البورصات في العالم انت مش محتاج تعمل انت البحث اذا كان السهم ده شريعه ولا مش شريعه، لان بيكون في لجان مختصه هي اللي بتحدد السهم ده اذا كان شريعه ولا مش شريعه. بس في معظم الاحوال البورصه المصريه من امن الحاجات اللي انت ممكن تستثمر فيها، وكمان من الاكثر ربحيه في كل البورصات العالميه في الفتره الاخيره. يعني تقريبا السنه اللي فاتت البورصه المصريه عملت اكتر من 40% مكسب. ده طبعا معدل معظم الاسهم، في اسهم عملت اكتر من كده بكتير وفي اسهم برضو عملت اقل من كده، بس المجمل العام ان البورصه المصريه في صعود بقالها اكتر من 5 سنين. بس خلي بالك برضو اسهم الشركات مش هي امن حاجه انت ممكن تحط فيها فلوسك. يعني ما ينفعش مدخراتك او فلوس كده انت حاططها المعاش بتاعك تحطها كلها في سهم في البورصه، ده بيكون طبعا مغامره مش محسوبه. ممكن تنوع بقى بين اصول كتير موجوده برضو كلها في المنصات اللي انا ذكرتها دي، زي صناديق الذهب، صناديق الاسهم، صناديق الدخل الثابت. كل دي حاجات انت ممكن تحط فيها فلوسك وتكون اكثر امان من الاسهم، وكلها مضمونه 100%، وكلها فيها صناديق بتتبع للشريعه. ممكن برضو من خلال منصات كتير زي المنصه دي تستثمر في البورصه الامريكيه. وطبعا البورصه الامريكيه مش محتاج اقول لك انها من اكثر البورصات ضمانا في العالم، لانها تقريبا مهما نزلت دايما بترتد ودايما بتكون في حاله صعود، وهي دلوقتي في اعلى مستوياتها التاريخيه، وتقريبا طول الوقت بتبقى في اعلى مستوياتها. يعني هي مش بتنزل تقريبا غير ارتدادات صغيره وبترجع تاني مره تانيه بتبقى في مستوى عالي جدا. ده لان الامريكان معظمهم مستثمرين في البورصه، فده بيخلي الموضوع صعب قوي ان البورصه قيمتها تنزل، لان كل الامريكان وراها تقريبا وبيشتروا اول ما الاسعار بتنزل. فدي عامله كده زي الفرامل في السوق، كل ما السوق بينزل بيمسكوا الفرامل كده فالسوق بيطلع مره تانيه لانهم بيشتروا عن كل نزول. طب البورصه الامريكيه هل ان انا حلال ان انا اشتري فيها ولا لا؟ في صندوق اسمه SPUS. SPUS ده صندوق مجمع S&P 500 او اكبر 500 شركه في امريكا، وشايل منهم الشركات اللي مش شريعه او مش منطبقه مع احكام الشريعه، فتقدر تشتري سهم في الصندوق ده فيستثمر لك في ال 500 شركه او اكبر 500 شركه في امريكا ما عدا الشركات اللي هي مش بتتبع الشريعه. بس لو انت لسه مبتدئ برشح لك ان انت تبدا في البورصه المصريه الاول، تتعلم شويه مفاهيم كده في البيع وفي الشراء وفي استخدام المنصات، وتفهم سوق الاسهم عموما. بعد كده ممكن تنتقل لسوق متطور اكتر زي سوق البورصه الامريكيه. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده لو استفدت منه، وتشترك على القناه، وتنضم لمجتمعنا على الواتساب عشان ما يفوتكش اي فرصه استثماريه.